عارفين ليه الحنفية اتسمت حنفية؟ اللي عايز يعرف خليكم معايا. معاكم منى بيبر، صفحتنا تيتا الصغننة اللي فيها الخلاصة، اللي فيها من الآخر، اللي فيها عصير الدماغ، عصير الكتب في كوباية صغننة من تيتا الصغننة. زمان أول ما اخترعوا صنبور المياه، في بعض الأئمة والمذاهب في مصر حرموا الوضوء من الصنبور. ليه؟ مش عارفة. فكل الأئمة رفضوا إن المصريين يتوضوا من صنبور المياه، يشربوا يغسلوا يعملوا أي حاجة، إنما يتوضوا هذا حرام حرام حرام. ما عدا مذهب واحد بس اللي هو المذهب الحنفي، هو الوحيد اللي سمح للمصريين أو أجاز الوضوء من صنبور المياه. فالمصريين زي ما انتم عارفين وافتكاساتهم عملوا إيه؟ راحوا مسمين صنبور المياه على اسم المذهب الحنفي، بقى اسمها الحنفية. وبعد كده كل الناطقين باللغة العربية تحولت إلى كلمة الحنفية بسبب المصريين. عرفتوا بقى؟ يا رب المعلومة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك، وانتوا وحشتوني جدا جدا جدا. اشوفكم على خير. باي باي.